سمكه من عيله اسماك البياض، ورغم ان الصياد المخضرم يقدر يفرق بينها وبين سمكه البياض من بعيد، لكن الناس العاديين اللي زينا ممكن يتلخبطوا بينهم. تعال اعرفك ازاي تفرق بينهم بسهوله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بيكم في قناه السمك في اسكندريه، معاكم عمرو ابو الوفا، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن سمكه الدقماق او الدقماء، وعلى فكره ده اسمها بالانجليزي اسمها بيجروس دقماق، وليها اسامي ثانيه كتير زي ابو شنب او ابو شند، والصغير منها اسمه جعران. سمكه دقماق من اسماك المياه الحلوه، موجود في النيل وتفريعاته، وهي سمكه محبه للهدوء والعزله، ونشاطها بيكون بالليل اكتر بكتير من النهار. بتوصل للبلوغ عند طول من 20 سم ل 25 سم، وبتكون نسبه الذكور تقريبا قد الاناث، يعني 1 ل1. التزاوج وانتاج الصغار تقريبا بيكون طول السنه، لكن في اوقات بيكون شويه اكتر من بقيه السنه، زي كده من شهر 3 لشهر 8 بيكون في اوقات اكتر من بقيه السنه. ودلوقتي انا عايزك تتخيل المنظر، كل دقماء بياخد دقمايه ويروحوا يعيشوا مع بعض في اي خن لتكوين اسره وحمايه البيض. المكان بقى اللي فيه الخن ده ممنوع اي ذكر دقماء تاني يخش عليه، لان دي تعتبر منطقه نفوذ الدقماء اللي متجوز في المكان ده. لو اي انتايه جت ماشي مش مشكله، خير وبركه، لكن لو اي ذكر تاني جه هتبقى فيه مشكله وهيحصل بينهم ايه؟ عراك. كمان الاسماك الصغيره بتخاف تقرب جدا من المكان اللي فيه الدقماء، لان على قد ما هو هادي وبيحب العزله، على قد ما هو مفترس جدا وبيصطاد الاسماك الصغيره. سمكه الدقماق من الاسماك العملاقه، ورغم ان اقصى وزن مسجل ليها 35 كيلو في الموسوعه وكان عندها 5 سنين، لكن الاوزان المعروفه في مصر اكتر بكتير من كده، توصل لوزن 50 كيلو مستريح، وبعض الناس شافوا وزن وصل ل 80 كيلو من سمكه الدقماء. تخيل بقى اللي عندها 80 كيلو دي يبقى عندها كام سنه؟ طيب ايه الفرق بين سمكه الدقماء وسمكه البياض؟ طبعا الصياد المخضرم بيعرفوا من بعيد، لان سمكه البياض بيبقى لونها اخضر مدهب، لكن سمكه الدقماء بيكون لونها ايه؟ رمادي كده غامق شويه. كمان عرض البق في سمكه البياض عرض البق بعرض الجسم كله، لكن في سمكه الدقماء بيبقى عرض البق اصغر شويه من عرض الجسم. هتلاحظ كده ان عند جسمها كده بيوصل عند البق بيبقى ايه؟ عرضه اقل شويه من عرض الجسم. طب احنا كناس عاديين ممكن كل الكلام ده يعدي علينا. ايه بقى الفرق القاطع؟ بص على ظهر كل سمكه، هتلاقي فيه زعنفه من قدام زعنفه شوكيه، ومن ورا فيه زعنفه كده اسمها زعنفه دهنيه ما فيهاش شوك. هتلاقي في سمكه البياض الزعنفتين بالظبط لازقين في بعض، يعني اول ما الاولانيه تخلص الثانيه تبدا، ده في سمكه البياض. اما في سمكه الدقماء هتلاقي الاولانيه تخلص، بعد كده مسافه، بعد كده الثانيه تبدا. يبقى في سمكه البياض زعنفتين الظهر لازقين في بعض، اما في سمكه الدقماء الزعنفتين بعاد عن بعض شويه. بالنسبه للصيد يتم استهدافها بالطعوم الحيه زي الكراكير او الانوم الحيين، ولازم تكون العده محمله جدا لانها سمكه عنيفه جدا وبتقعد تقاوم جامد، والشعر اقل حاجه 80. بالنسبه للاكل بتتعمل مقليه وبيتعمل منها طواجن، بس هي طعمها قوي جدا، يعني طعمها في الاول تاكله تحس ان هو عادي، بعد كده تحس ان هو انفجر، بالذات في تجويف الانف. ازاي كده؟ زي العرق سوس، انت لما بتشربه في الاول كده بتحس ان هو عادي، بعد كده تلاقي طعمه ايه؟ بدا ينتشر في تجويف الانف كده، وبدا ان هو ايه؟ يبقى موجود في كل حته. يعني انا رغم ان انا عملت منها حتتين كبار، لكن كل اللي قدرت اكله منها حتتين قد كده وخلاص، مش قادر اكل تاني. طبعا اي حد ادانا سمكه ببلاش لازم نشكره. يا رب المحتوى يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.